بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. بدأ العلماء بعد اختراع هذا الجهاز، جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي الذي رأيناه قبل قليل، الحقيقة اكتشفوا الكثير من أسرار الدماغ وأسرار النفس البشرية. في بحث غريب الحقيقة، يعني نحن نعلم أن الملحدين أباحوا كل شيء. نعم. في الغرب اليوم الفاحشة، الزنا، الشذوذ، الأفلام الإباحية، النظر كله مباح. نعم. ويعتبرونه من أسس الحضارة الحديثة. نعم. الدراسة العلمية الحديثة أثبتت أن النظر إلى النساء بشهوة، النساء الأجنبيات أو النساء المتبرجات تحديدا، يعني هكذا جاء في الدراسة، يدمر خلايا الدماغ. يدمر. نعم، هذه دراسة إيطالية في عام 2010، وهناك 7 دراسات أخرى حديثة. وجدوا أنك بمجرد أن تنظر إلى فتاة متبرجة أو منظر إباحي مثلا، مباشرة وخلال يعني جزء صغير من الثانية تبدأ نشاطات كثيرة في الدماغ، ويبدأ الدماغ يعني عندما يتكرر المشاهدة والإدمان على هذه الأفلام وهذه المشاهد وهذه المناظر، وجدوا أن هناك خلايا تتلف في الدماغ وتدمر مع الزمن. وبالتالي يعاني من يكثر النظر إلى المحرمات، يعاني من ضعف في الذاكرة، ويمكن أن يعاني من شيخوخة مبكرة بسبب تدمير جزء كبير من خلايا الدماغ. تدمير. نعم، تدمير يعني تلف. نعم. الخلية تتلف. نعم. دعنا نشاهد يعني طيب الفيديو الثاني إن شاء الله يكون أيمن. يعني انظر، عندما تدخل يعني في الحالة الطبيعية هذا شكل الدماغ، ولكن بمجرد أن يبدأ النظر تبدأ هناك يعني خلايا تتوهج. طبعا هنا هذه صورة بالكمبيوتر. نعم. يعني صورة تمثيلية طبعا. نعم. لتدلنا على أن هذه الأشعة أو هذه المناظر التي تدخل إلى الدماغ تسبب له إرهاقا، على عكس المناظر التي أحلها الله. يعني عندما ينظر الإنسان إلى شجرة جميلة، إلى السماء، إلى الكون، تجد دماغه مرتاحا جدا، لا تتأثر، يعني لا تتأثر خلايا. نعم، سبحان الله. بينما عندما ينظر إلى هذه المحرمات مباشرة يعاني الدماغ من مشاكل، ويؤثر أكثر شيء على اتخاذ القرار. يعني عندما درسوا طريقة اتخاذ القرار في الخارج، وجدوا أنك إذا أردت أن تتخذ قرارا صحيحا ينبغي أن تتجنب النظر إلى النساء المتبرجات، لأنه يؤثر على حسن اتخاذ القرار لديك. سبحان الله. سبحان الله. نعم. رب العزة تكلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا. نعم. من أكثر من 14 قرن. نعم. سبحان الله. في سورة النور قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم. إن الله خبير بما يصنعون. نعم. فالتزكية هنا ليست فقط تزكية دينية، بل تزكية لجسم الإنسان وصحته ونظامه المناعي، لأنهم وجدوا أيضا الذي يدمن هذه المناظر الإباحية يعاني من ضعف في نظام المناعة لديه. يعني جهاز المناعة ضعيف، تستطيع الأمراض أن يعني تصل إليه بسهولة، تصل وتؤثر به أكثر من غيره. لذلك قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. وهكذا بدأ ينادي علماء الغرب اليوم بضرورة الابتعاد عن النظر إلى النساء المتبرجات. هكذا يقولون. نعم. إذا أردت أن تتخذ قرارا صحيحا وكنت في موقف تريد أن تستحضر ذاكرتك بشكل جيد، فلا تنظر. ينبغي أن تبتعد عن النظر. لا إله إلا الله. هذا ما أمر به القرآن.